السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل التضامن قبل أن نتضامن مع عبد الهادي نود أن نتضامن مع معتقلين هذه القرية التي قدمت الكثير، ولكن كانت من القرى المنسية في الإعلام في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا قد يكون جزء عتب علينا، ولكن العتب عليكم أكبر، لأن قضية المعتقلين في هذه القرية هي القضية الأساسية، وخصوصا أن لديكم حسب ما أعرف أكثر من 25 معتقل على رأسهم الأخ العزيز سامي. هذا مهم إن احنا نوصل هذه القضية، مهم لعبد الهادي، لأن لما كنا في 2002 في مركز البحرين كان المهم عند عبد الهادي أنه يؤسس قاعدة ميدانية من أجل العمل على قضايا المعتقلين، وكان الهم الأكبر بالنسبة لعبد الهادي أنه يؤسس لجان دفاع عن المعتقلين في كل قرية. كان مهم بالنسبة إليه أن هذه القرية تظل دائما تتذكر معتقلينها، ليس فقط من أجل الدفاع عنهم، ولكن من أجل تأكيد على ما قام به هؤلاء المعتقلين، ولا ننسى دائما دورهم في الحركة الاحتجاجية. شباب مستعدين أن يقدموا لهذا البلد أكثر ما قدم البلد له. شباب لما يخرج في مسيرة أو في فعالية ويعمل أن لا قدر الله ممكن أن لا يعود إلى بلده، قد يصاب، قد يعتقل، قد يقتل، قد يضرب. لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله. هيهات منة الله، هيهات منة الله، هيهات منة الله، هيهات منة الله. اليوم اللي السلطة تعتقد ان احنا ضعفنا راح نقدم تنازلات، راح نساوي، اليوم بالنسبة إليها نجاح، لأن راح توصل إلى مرحلة تعتقد فيها بأنها سحقت هذا الشعب. هي تعتقد بأن اعتقال أشخاص، اعتداء عليهم، ضربهم في الشارع، تعذيبهم، ابتداع المنازل، ترويع النساء، استهدافهم، استهداف الأطفال، كل هذا ممكن إنه هو يمنع هذه الحركة الاحتجاجية في الشارع. نقول لها مشاريعكم فشلت، قدرتكم على السيطرة فشلت. اليوم انتم ما عندكم سيطرة على المناطق، وبكل صراحة انتم اليوم لا تملكون ان تمنعوا منطقة من الخروج في مسيرة. اليوم لا تمنعون منطقة بان هي تساهم بالحركة الاحتجاجية في البحرين، لان الشعب اليوم اصبح بنفس المستوى
كم أراها في أي مكان. كنت في تونس راقبت انتخابات، كنت في مصر راقبت انتخابات. كانوا دائما يقولون انتم شعب البحرين عندكم ايمان بالتضحيه غريب وعندكم اصرار اغرب، يعني على كل الضرب اللي يصير والناس في الخارج ناستمكم والاعلام ما يغطي عنكم، انتم لازلتم تتظاهرون. شنو هذا اللي عندكم انتم، هذه القدره اللي موجوده عندكم؟ واصبروا يا غالي، احنا وياكم، ويوم التحقيق ان شاء الله تحقيق الانجاز احنا وياكم. ما راح نراجع اليوم هو وقت تراجع ولا وقت تناسب. تذكروا دائما وقت اللي تحس ان انت يأست او تحس ان انت ممكن تتراجع، تذكروا شعار عبد الهادي: يا حريه يا شهاده. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.